اخواتي الزملكاويه يجمعوا حالا عشان معانا خبرين لنادي الزمالك، خبرين منهم خبر حلو ومنهم خبر وحش. وطبعا انت قريت في العنوان الفيديو عرفت الخبر الوحش هو ايه، ولكن لسه ما عرفتش الخبر الحلو، لسه ما عرفتش الخبر الحلو. اهدى عليا وصلي على سيدنا محمد. ولكن في البدايه كل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك يا جدع. وما تنساش يا اسطى اللايك بتاعك بقى، اثبت حضورك، هنشوف كام واحد يعني يعمل كام لايك على الفيديو ده. عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات. ولو انت مش متابعنا، كل سنه وانت طيب وتابعنا يا برنس. بص بقى، قصه ايقاف شيكابالا هي ازاي؟ اهدى عليا. افتكر معايا اللي عمله كهربا في النهائي مع الجمهور. طلعت عقوبة على كهربا ايه؟ ساعتها لو تفتكر طلعت عقوبة على كهربا 12 مباراة ايقاف وغرامة مليون جنيه. ساعتها كهربا عمل استئناف على موضوع العقوبة ديت ونزلت الى 6 مباريات ونص مليون جنيه في الرينج ده. هي نفس العقوبة، هي نفس العقوبة. خدها مني هتبقى على شيكابالا 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه. يعني بس هيبقى فيها طعن والكلام ده، ان شيكابالا هيقدم فيها استئناف والكلام ده، وهينزل العقوبة وهتنزل الغرامة. ولكن دي مبدئية، والعقوبة هيتم اعلانها على اخر الاسبوع ده. تمام؟ فشيكابالا لو جيت بصيت من الناس ما تعرفش شيكابالا استعجل. شيكابالا في ناس ما تعرفش ان هي تمسك ردة فعلها ما تفهمش. وبرضه خلينا نتفق ان شيكابالا كموهبه وكلاعب كوره مفيش حد يختلف عليه، مفيش حد يختلف على موهبه شيكابالا كلاعب كوره والكلام ده كله. ولكن شيكا قصه ردود افعاله. وعاوز اقول لك يا برنس، عاوز اقول لك على حاجه مش تبقى واخدها معلومه. لو انت قلت ان جمهور الاهلي شتم شيكابالا او جمهور الاهلي استفز شيكابالا عشان شيكابالا عمل كده، طب جمهور الزمالك عمل كده مع امام، عمل كده مع امام عاشور، بس امام ما ردش، امام ما عملش حاجه. عشان ايه؟ الاداره حذرته ان هو يركز في الملعب فقط لا غير. دي نقطه ودي معلومه. وفي فيديوهات منتشره جدا لما جمهور الزمالك قاعد يقول على امام العبيط اهو والكلام ده كله، وانا ما بحبش اتكلم في الكلام والتفاصيل ده. تمام؟ فهي قصه ان كل واحد يمسك ردود افعاله، كل واحد يمسك ردود افعاله. فامام مسك نفسه، شيكابالا ما مسكش نفسه. تمام؟ دي القصه ودي العقوبه، عشان ما بحبش اخش في التفاصيل والكلام ده كله. دي العقوبه اللي هتطلع لشيكابالا، ايقاف 12 مباراه مع تغريمه مليون جنيه. تمام؟ تمام. القصه الثانيه، هاني بيرزي عضو مجلس اداره نادي الزمالك، عضو مجلس اداره نادي الزمالك، ركز في الكلمه دي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك وكيل عبد القادر عرض عبد القادر على نادي الزمالك، واحنا ابتدينا الكلام على قصه ضم عبد القادر. لو جيت بصيت للسيناريو اللي حاصل مع عبد القادر مع النادي الاهلي مع كولر بالتحديد، هتقول السيناريو ده تقعد مع نفسك كده وتشرب خربوش الشاي تقول ممكن تصدق. بس ازاي يا جدع؟ الاهلي مش هيسيبه دريك كده للزمالك. هقول لك ازاي. الاهلي ممكن يسيب عبد القادر الى نادي لروسيا ولا تركيا، نفس قصه امام عاشور، ويخش نادي الزمالك يخلص في القصه ان عبد القادر متضايق عشان ما بيلعبش. عبد القادر اخر لاعب في ترتيب النادي في لعيبه النادي الاهلي الوينجات والكلام ده كله. وخلينا برضو نتفق ان عبد القادر كان ماشي، وخلينا برضو نتفق ان عبد القادر كان معاه مشاكل مع كولر، صح ولا لا؟ فانت بتتكلم ان عبد القادر من ضمن اللعيبه اللي محطوطه على قائمه الراحلين عن النادي الاهلي في الصيف. ووكيل عبد القادر اتكلم مع اداره الزمالك. خلي بالك ده كله شغل وكلاء، شغل وكلاء، ان انا اعرض على اللعيب بتاعي وده ادور هنا واضغط على الاهلي ان انا اجيب له عرض من الزمالك عشان الاهلي يجدد لعبد القادر، عشان كل القصص دي. قصه بقى ترجع لمين؟ لعبد القادر. هل عبد القادر هيوافق؟ هل عبد القادر هيروح؟ لو جيت بصيت بالعقل وبالمنطق وكما كان للاعيب الكوره، عبد القادر لو راح الزمالك هينجح. ايه؟ هينجح. مفيش حد في الزمالك ناحيه الشمال، مفيش حد في الزمالك ناحيه الشمال. تخيل كده زيزو ناحيه اليمين، عبد القادر ناحيه الشمال. فدي قصه وده مطروح. ماشي.
قصه بقى عبد القادر يطلع اعاره، عبد القادر ما تفهمش ايه، ولكن دي القصه ودي التفاصيل، وانا باخدها معاك وبنتكلم فيها من وجهه نظر فنيه، ان هي قصه عبد القادر من وجهه نظر فنيه، ان عبد القادر لو راح الزمالك هيبقى مفيد للزمالك. تمام. ولسه هنشوف مع الايام، ولسه هنشوف في القصص والايام اللي جايه. يا برنس يا غالي يا ابن الغاليين، ما تنساش اللايك بتاعك بقى. ها، سلام.